بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صموئيل الأول إصحاح 31 وهو الإصحاح الأخير من صموئيل الأول. بركاته فلتكن معنا آمين. وحارب الفلسطينيون إسرائيل، فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع. فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه، وضرب الفلسطينيون يونسان وأبي نداب وملك يشوع أبناء شاول الثلاثة. واشتدت الحرب على شاول، فأصابه الرماة رجال القسي، فانجرح جدا من الرماة. فقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك واطعني بي، لئلا يأتوا هؤلاء الغلف ويطعنونني ويقبحونني. فلم يشاء حامل سلاحه لأنه خاف جدا، فأخذ شاول السيف وسقط عليه. ولما رأى حامل سلاحه إنه قد مات شاول، سقط هو أيضا على سيفه ومات معه. فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولما رأى رجال إسرائيل الذين في عبر الوادي والذين في عبر الأردن أن رجال إسرائيل قد هربوا وأن شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا المدن وهربوا. فأتى الفلسطينيون وسكنوا بها. وفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا القتلى، وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين في جبل جلبوع، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطينيين من كل جهة لأجل التبشير في بيت أصنامهم وفي الشعب. ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروث، وسمروا جسده على سور بيت شان. ولما سمع سكان يبيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون بشاول، قام كل ذي بأس وساروا الليل كله، وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عن سور بيت شان، وجاءوا بها إلى يبيش وأحرقوها هناك. وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يبيش، وصاموا 7 أيام مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. صموئيل الأول أول الأسفار التاريخية. وسبق أن قلت ليكم أن الكتاب المقدس ما هوش كتاب تاريخي وإن كان مليان بالتاريخ، ولا فلسفي وإن كان مليان بالفلسفة، ولا أي حاجة غير إنه كتاب خلاصي بيقدم لينا المخلص. والكلام ده طلبوا مننا أو طلبوا من اليهود الرب يسوع لما قال لهم جملة مهمة. ما قال لهمش اقرأوا الكتب لأن هم قاريينها وحافظينها ويقدروا يسمعوها، لكن قال كلمة عجيبة: فتشوا. عارف اللي بيفتش يبقى بيدور على حاجة غالية عليه وضيعة منه، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو واحدة من حضراتكم ضاعت منها قطعة من الذهب أو من أي حاجة وبعدين مش لاقيها في مكانها، لا ترتاح إلا لما تفتش الشقة كلها بالكامل وتشوف هنا وهنا وهنا، وأول ما تجدها تستريح. فبيقول لهم هم كانوا بيفتشوا على ايه تفتكروا؟ بيفتشوا على الحياة، لأن آدم جاب لهم الموت
جاب لنا الموت آدم، ولما آدم جاب لنا الموت نفسنا في الحياة. مين فيكم عايز يموت؟ ولا حد. الموت ده عدو، ومحدش بيحب العدو، صح ولا لا؟ والكتاب المقدس قال آخر عدو يقتل هو الموت. آخر عدو يقتل هو الموت. فإحنا مين يخلصنا من الموت؟ وبعدين الموت مش لواحد وواحد، لا، الموت لمين؟ للكل. اللي بيتكلم دلوقتي واللي بيسمعوه منتظرين الموت. هيهربوا إلى أين؟ أهرب من وجهك. قد وضع للناس أن يموتوا مرة، وفي مصيبة أكتر من كده، بعد ذلك الدينونة. وإحنا تصرفاتنا فيها أخطاء كتيرة، فالاتنين دول صعبين جدا. طب إحنا عايزين بندور بنفتش على مين يقضي على الموت يدينا حياة، ومين يقضي على الدينونة ويدينا تبرير. فتشوا الكتب التي تظن أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. هنا نرى، أنا بلخص الصفر في جملتين يحط لنا شخصيتين، شخصية شاول وشخصية داوود، والاثنين رمز. شاول رمز الإنسان الجسد، وداوود رمز الإنسان الروح. وانت يا بتعيشي بالجسد يا بتعيشي بالروح، حاجة من الاثنين. شاول اختيار مين؟ اختيار الله، بس بحسب فكر الشعب. ما اصل ما فيش حاجة تيجي من غير إذن مين؟ ربنا. عايزين ملك. هما بيقولوا ايه؟ كل الدول اللي حوالينا عندها ملوك يفتخروا بيها ويمشوا وراها ويسلموا عليها ويسجدوا لها وينحنوا لها، واحنا ما عندناش ملك منظور. صموئيل في بداية الإصحاحات حزن وزعل. ربنا قال له انت زعلان ليه؟ هو انت الملك؟ صموئيل انت ناسي نفسك، انت قاضي ونبي بس ما انتش ملك. انا الملك اللي في وسطيهم، وهم رفضوا وجودي، وجود الغير منظور. رفضوا وجودي، هم رفضوني انا، مش رفضوك انت. اختار لهم ملك بحسب فكرهم. قالوا ده اختاروا ازاي؟ قال له انا اللي هجيبه لك. ولما اختار شاول، عشان تعرفوا انسان جسد، يقول لك لما شاول وقف والشعب كله واقف، ما فيش حد وصل لغايه فين؟ كتفه. يعني طول وعرض وجمال وحلاوه ما فيش بعد كده تاني. وعلى فكره دي بيني وبينكم دي كانت عقدة داوود. بس داوود كان مزعج، كان قصير، كان قصير. وحتى نفس ميكال لما كان بيرقص قال انت بتشتغل زي السفهاء، رغم انه رد عليها. واللي هنشوفها في صمويل الثاني لما ندخل من اول الاحد القادم الامور دي كلها. لكن نلاحظ ان داوود كانت امنيته انه يبقى طول وعرض. فداوود اختيار الله بفكر الله. حتى صموئيل اللي راح يمسحه شاف الياب طول وعرض، ابناء يسى قال له لا مش هو ده، ابي نداب قال له لا مش هو ده، شمة الثلاثه من اجمل ما يمكن، بس مش زي شاول، اقل من شاول شويه، بس جمال وطول. لما جه داوود احتقروا صموئيل. صموئيل قال لها ده عيل كده وقصير، لا ما ينفعش، مالك ايه ده يلبس التاج يبقى شكله ايه؟ هيختص في التاج ولا ايه لما ده؟ ربنا قال كوب الزيت عليه. انت تنظر للوجه، تنظر للخارج، لكن انا بنظر للقلب من جوه. انا بنظر للقلب من جوه. ده الانسان اللي بحسب قلبي وحسب فكري. بالاختصار الاثنين رمز. تعالوا بينا نختم السفر. يعني لما تقولوا لي عظة النهارده ايه؟ ماذا يصيب انسان الجسد في اخر حياته؟
وهنبتدي في صموئيل الثاني ونيجي في الاخر يقول لك ماذا يصيب انسان الروح في اخر حياته. يعني ادي الفرق عشان تبقوا عارفين ماشيين ازاي، لان ربما الكلام ده ما افتكرش اقوله مره ثانيه. الفلسطينيون هنا رمز لاعداء شعب الله، لان الفلسطينيين كانوا بيعبدوا الاوثان. مش دلوقتي، مش الفلسطينيين دلوقتي، الرمز خلاص بمجرد ما انتهى مجيء المسيح بقى لا اسرائيل ولا فلسطين، بقى اولاد الله. اللي يحب ربنا ويؤمن بيه يبقى من اولاد الله. لكن تعالوا نرجع بالزمن. الفلسطينيين اولاد عيسو، وعيسو اسمه ادوم، وادوم جت من ادم، وادوم ده انسان ايه؟ انسان الجسد، وكان راجل حامل سلاح، يعني بيتكل على ذاته ويحمل سلاحه بنفسه. دول رمز الفلسطينيين. اسرائيل رمز لأسرة الله، أسرة إيل، شعب الله المختار. لكن الحرب لما تدخل في الحرب بإنسان الجسد هتيجي الهزيمة الكبيرة. يقول لك فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين. هربوا من أمام الفلسطينيين، خلي بالكم، وسقطوا قتلى في جبل جلبوع. ايه كلمة جلبوع؟ جلبوع يعني معناها الماء المغلي، الغليان، الغضب. اصل ما دام ما شلتش الغضب اللي بيني وبين الله هسقط. في غضب، ايوه في غضب. غضب الله معلن على مين؟ على جميع فجور الناس واثمهم. غضب الله اللي قبل المسيح خد الغضب بداله، لان المسيح خد الغضب بالكامل. ملنا كل واحد في طريقه، والرب وضع عليه اثم جميعنا. بس لازم تؤمن بكده، ولازم تثق في كده. تؤمن بكده وتثق في كده. السقوط في جبل جلبوع يعني السقوط في الغليان. لو انا خرجت من الجسد وانا غير مؤمن بالمسيح مش هتقابل الا مع غضب الله، وغضب الله هيخلي الشياطين بقى يلعبوا بيا الكوره، لانه عرفوا ان الله مش معايا وان روح القدس مش فيا. فعلى طول يا ويل ذلك الانسان، يا ويل ذلك الانسان. وربنا ادانا علامه حلوه. طول اسرائيل ربنا عايش في وسطهم، بس بينه وبينهم حاجز اللي هو حجاب الهيكل. حجاب الهيكل طول ما بيننا وبينه حاجز مش هيبقى فيه مصالحه، لان اللي بيصطلحوا بيعملوا ايه؟ بيشيلوا الحاجز اللي بيننا، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوه بيننا وبين الله القديمه هدمتها وجعلت الاثنين واحدا. بقى واحد في المسيح، لا يهودي ولا يوناني، لا رجل ولا امرأة، لا سكيسي ولا بربري، لا عبد ولا حر. أصبح الكل واحد في المسيح يسوع يا أحبائي. فهنا أول سقوط كان في جبل جلبوع اللي هو الغضب. بمجرد ما تمم يسوع يقول لك وحجاب الهيكل انشق نصفين. خلاص، إذ قد تبررنا بالإيمان. لما هنطلع مش هنلاقي الغليان، نلاقي إذ تبررنا بالإيمان هنلاقي بدل الغليان إيه؟ سلام. بدل الغليان سلام. إذ قد تبررنا بالإيمان صار لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. بربنا يسوع المسيح. إيه سبب الضياع؟ شد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه،
وشاول فقد 3، وإنسان الجسد هيفقد 3 حاجات. يفقد يونسان عطية الله. ايه هي عطية الله؟ النعمة. ما النعمة عطية مجانية. دلوقتي احنا مهما كانت خطاياك، مهما كانت سقطاتك، مهما كانت شرورك، تيجي لربنا يقول لك اهلا بيكي. من يقبل الي لا اخرجه خارج. ده دلوقتي. لكن بعد خروج من الروح من الجسد تلاقي الباب اتقفل. ربنا افتح لنا، يقول لك ما عرفتيش. عشان كده الحل دلوقتي وانت في الجسد وانا في الجسد، ده الحل بالنسبه لنا. يبقى فقدوا يونسان يعني عطيه الله. وكمان وابينا داب كرم الاب. كرم الاب ان قدم اغلى ما عنده واحنا احتقرناه. كلمه ابينا داب يعني الاب الكريم. مفيش اكرم. مين هو الكريم في نظركم؟ اللي بيدي، صح ولا لا؟ لما تروح لحد وتقول له عايزه كده يديلك اكتر من اللي انت طالباه، ده كرم. طب وربنا قدم لكم عطايا ماديه؟ ده قدم لكم اغلى ما عنده. ابنه الحبيب بين لينا محبته. بين لينا محبته. ده لم يشفق على ملائكه سقطوا وحفظهم في قلب الجحيم، ونحن حينما سقطنا لم يشفق علينا، لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا. لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا يا أحبائي. عشان كده أبينا داب يعني كرم الآب، وملك يشوع يعني الملك المخلص. ملك يعني ملك، ويشوع يعني خلاص، ملك الخلاص. فقدنا ان المسيح يملك على قلوبنا. دي نمرة 1 الآب الكريم. نمرة 2 عطية الله بالنعمة الروح القدس. يبقى خسرنا الثالوث الأقدس. ماشي. اشتدت الحرب على شاول. ما دام اشتدت الحرب عليا وانا مش معايا المسيح، انا ضايع. هو انا قد الشيطان؟ طبعا لا. انا لو قارنت نفسي بالشيطان ولا حاجه، لكن لو قارنت الشيطان بالله هو ولا حاجه. عشان كده لو الله فيا اقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع. لو مش فيا الاقي نفسي ان انا ضعيف وانا مش قادر. انا مش قادر. اشتدت الحرب على شاول فاصابه الرماة. رجال القسي، ودول رمز للشياطين، والشياطين لهم خبره. واوعوا تفتكروا ان الشيطان جاهل. الشيطان قمة الحكمة. الشيطان قمة الحكمة. ويسوع طلب مننا نكون حكماء كالحيات، بس في نفس الوقت تبقوا ايه؟ بسطاء كالحمامة. عشان كده ابونا عبد المسيح الحبشي الله ينيح نفسه اللي كان متوحد كان يقول لنا حكمة بدون بساطة تبقى شيطان. حكمة بدون بساطة تبقى شيطان. وبساطة بدون حكمة تبقى عباطة، تبقى انت عبيط. عشان كده محتاجين للحكمة، محتاجين للبساطة. الاتنين يمشوا مع بعض زي خطي شريط القطار. يمشي القطار حياتنا كمان بالكامل. أصابوا رجال القسي فانجرح جدا من الرماة. والرماة دايما بيبقوا يعملوا ايه؟ دايما الرماية فيها تدريب.
فيها تدريب، واللي بيحاربنا بيتدرب ليه 6000 سنة أو 6000 سنة اتدرب من أول آدم. يعني خبرة الشيطان 6000 سنة، وخبرتي أنا بمدى عمري. لو عمري 30 يبقى خبرة 30، 50 يبقى خبرة 50، 80 يبقى خبرتي 80. ده بحسب خبرتي. أصابوه وانجرح. فقال شاول حامل سلاحه: استل سيفك واطعني بيه. حامل سيفه ده اللي هو بيبقى ماسك له السلاح بتاعه، اللي يبقى ماسك له بتاع السلاح بتاعه. وحامل السيف يا احبائي عشان تبقوا عارفين اللي هي خبرتك الماضيه بالكامل، الخبره اللي احنا احيانا نتكل عليها. والكتاب المقدس قال لك: على نفسك لا تعتمد، وعلى فكرك لا تعتمد. وقال آية حلوة أنا بحبها: الطوبى لمن إله يعقوب. يعني يا بخت اللي إله يعقوب يعينه. ليه أنا بحب الآية دي؟ لأن ما قالش طوبى لمن إله إبراهيم أو لمن إله إسحاق. ليه؟ لأن إبراهيم ده درجة عالية، وأنا أروح فين في إبراهيم؟ وإسحاق درجة أقل منه بس عالية. لكن يعقوب ده سرق وخدع وضحك على أبوه واتكل على ذاته. فإذا كان الراجل الوحش ده إله يعقوب أعانه، يبقى أنا الوحش مش هيعيني لو جيت له وسلمت نفسي بالكامل. فقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك واطعني به، لئلا يأتي هؤلاء الغلف يطعنونني. وحلوة كلمة يقبحونني، لأن الشيطان يغرينا لغاية ما يوقعنا في الخطية، وبعد ما يوقعنا في الخطية يفضحنا يقبحنا، زي ما عمل مع آدم. وقعه، وزي ما قال البابا شنودة بعد ما وقعه قال: سقط الجبار، أين العدل يا رب الحساب؟ واستحق الموت مهما طلب الرحمة وتاب. وابتدى يتريق عليه: لست مثل الله يا آدم. أنا كنت بقول لك هتبقى زي الله، بل أنت تراب، وستمضي تحت عبوديتي إلى يوم المآب، لغاية النهاية. لكن ربنا ما بيرضاش، بيقدم لينا خلاص. رفض حامل سلاحه، عمل ايه؟ خاف جدا، فأخذ شاول السيف وسقط عليه. سقط عليه يعني حطه كده بطنه، جاز دخل جوه بطنه، أنهى على نفسه بنفسه. دي بتفكرنا بحاجة؟ أصل السيف ده كان نفسه يقتل بيه داوود: وما يزرعه الإنسان لنفس السيف إياه يحصد. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. السيف ده هي الفلوس اللي خدها يهوذا واشترى بيها الحبل اللي شنق بيه نفسه. ويل لذلك الإنسان اللي يبيع ربنا. مش يهوذا بس، ساعات كلنا بنبقى يهوذا، وساعات بنبيع ربنا من أجل أقل حاجة، بس احنا مش واخدين بالنا. ابن الإنسان ماضي، يعني مش هيحصل له حاجة، لكن ويل لذلك الإنسان خير له لو لم يولد. وحامل سلاحه لما عرف إنه مات الخبرة انتهت خلاص، خد هو سيفه ومات عليه. يعني كل اللي انت حوشته وكل اللي انت كنسته وكل اللي انت عامل كل حاجة انك ليك خلاص انتهت وضاعت. ويبتدي يلخصها في جملة: مات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. يعني خسر كل حاجة. وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله كل ما فيه وأخيرا خسر نفسه؟ النتيجة
لما رأى رجال إسرائيل الذين في عبر الوادي الذين في عبر الأردن أن رجال إسرائيل قد هربوا من شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا المدن وهربوا، فأتوا الفلسطينيون وسكنوا بها. أصل ما دام نعمة ربنا تفارقني، يبقى يجي الشيطان يلاقي البيت متزين ومكنوس، يجيب 7 أرواح أخر ويدخل، وتكون أواخر الإنسان أشر من أوائله. وفي جملة حلوة كانوا زمان يقولوها لنا، إن عقل الكسلان الفاضي معمل للشيطان. إن عقل الكسلان معمل للشيطان. وفي الغد لما جاء الفلسطينيين ليعروا القتلى، وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين في جبل جلبوع، جبل الغليان، جبل الغليان. قطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطينيين من كل جهة لأجل التبشير في بيت أصنامهم في الشعب. في الجولة الأولى كسب الشيطان، وصارت الأرض وكل ما فيها لغاية النهاردة ملكه، وصار رئيس العالم. بس دي مش نهاية المطاف، لا، جاي آدم تاني بعد كده، جاي ملك تاني غير شاول، وهنشوف النتيجة تكون ايه. وضعوا سلاحه في بيت عشتروث. عشتروث دي إلهة اسمها الإلهة الأنثى أو الزوجة أو الملكة، وبيقولوا إن عشتروث دي إلهة الإخصاب، يعني الست اللي ما بتخلفش كانت تروح للإله عشتروث علشان تتشفع هناك علشان يجيب لها نسل. وسمروا جسده على سور بيت شان، وبيت شان يعني بيت الهدوء. اتسمر شاول، بس اللي هيجي هياخد اللي كان لشاول وهيدينا اللي بالكامل. بس في ناس اسمهم سكان يبيش جلعاد. ايه معنى كلمة يبيش جلعاد؟ يعني المكان جاف. يبيش يعني جاف، جلعاد يعني المكان نفسه، المكان نفسه يبيش جلعاد. ايه هو يبيش جلعاد؟ الكرة الأرضية. شوفوا في آية انتوا يمكن تحافظينها، يقول لك ايه؟ وكعرق من أرض يابسة نبت قدامه كفرخ، وكعرق من أرض يابسة. والأرض دايما الكتاب المقدس ما بيطلقش عليها كتير الأرض، يطلق عليها كلمة ايه؟ يابسة. يعني لما شق البحر الأحمر يقول لك مشيوا على ايه؟ على اليابسة، على اليابسة. لما النهر الأردن وقف عبروا على ايه؟ اليابسة. وكلمة يابسة يعني معناها ايه؟ جافة. يابسة يعني جافة، يعني ناشفة. الكرة الأرضية بعنيها. مين هم سكان جلعاد؟ الأنبياء. بعت الأنبياء. كلمة سكان جلعاد دي اتختمت بالمسيح بالظبط. زي ايه؟ الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وأخر كثيرة، كلمنا في آخر الأيام في مين؟ في ابنه، مش بابنه. كلمنا بالأنبياء. ماذا كان يفعل سكان يبيش جلعاد؟ بما فعل الفلسطينيين. جم علشان يدونا فيه. دي مش النهاية، ما تخافوش. قام كل ذي بأس. وليه سماهم ذي بأس؟ لأنهم واجهوا حاجات كتيرة. فاكرين المثل اللي ضربه المسيح؟ إنسان درس كرم وأحاطه بسياج. تعالوا نشوف اللي أرسله. أرسل لهم عبيد عشان يطلبوا الثمر. عملوا إيه؟ الكتاب المقدس قالها، خلوا بالكم، قتلوا منهم وجلدوا منهم ورجموا منهم. حط الثلاثة دول، فقال أرسل ابني. إيه يا رب؟ إيه قتلوا؟
اصل اول شهيد في العهد القديم اتقتل. قايين قتل مين؟ هابيل. واول شهيد في العهد الجديد اترجم، اللي هو مين؟ اسطفانوس، بس بينهم واحد اتجلد. اللي هيتجلد قال ارسل ابن، قال له بس هو ده الوارث، ده اللي بقى هيتجلد ويتبهدل بالكامل، ياخد القتل وياخد الرجم وياخد كله وياخد اللي لينا ويدينا اللي ليه. عشان كده خلوا جسد شاول زي ما المسيح ورونا ان في انسان هيتولد ياخد من لحمنا وياخد من دمنا الساطر ويبتدي يعمل لينا الخلاص، شبهنا في كل شيء بس ما عدا ايه؟ الخطيه. واجساد بنين عن سور بيت شان وجاءوا بها الى يبيش بيت الهدوء. جم في المكان الجاف وعملوا حريقه. زمان كانوا لما بيموتوا، ودي تعلموها على فكره من الهنود لغايه النهارده، الهنود يجيبوا جثه ويحطوها في وسط، يجيبوا ورود ناشفه جميله ويولعوا فيهم. بعد ما يولعوا النار تاكل ايه؟ تاكل اللحم، ويفضل مين؟ العظم. ياخدوا العظم بالتراب ويحطوه في اناء ذهب او اناء فضه او اناء نحاس ويشيلوه ويكتبوا عليه اسم المرحوم. دي طرق من طرق البلاد اللي بيعملوا لهم حريقه. ده بحسب تفكيرهم اخذوا عظامهم دفنوها تحت الاسله في يبيش جلعاد وصاموا 7 ايام، والسبعه رقم الكمال يا احبائي، والصوم يعني معناها منتظرين مجيء المخلص، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد.